لما اتطرحت العربيه دي في مصر من سنه، اتطرحت على انها فولفو الرخيصه، وجت في فئه سعريه بعيده قوي عن المنافسين الصينيين بتوعها، وده خلاها تحقق مبيعات اقرب لفولفو منها لعيله جيلي او للعربيات الصينيه عامه. والنهارده وبعد اشتداد المنافسه كان لازم يحصل عليها تخفيض، فحصل عليها تخفيض يصل ل 150 ألف جنيه عشان تبدا الفئه الاولى من 1,500,000، الفئه الثانيه من 1,600,000، الفئه الثالثه اللي معانا النهارده 1,700,000، والفئه الرابعه والاخيره ب1,800,000. فهل دلوقتي بقت قيمه مقابل سعر؟ وهل هتقدر تنافس في وسط الزحمه الموجوده حاليا من العربيات؟ انا صابر ودي جيل ستار راي واحنا بتوع عربيات. اول حاجه هتشدك دايما في العربيه دي على الطريق هي شكلها، وشكلها ده جاي ان هو كله متصمم عشان يبين لك ان هي حجمها كبير وشكلها مميز. لو بصينا مع بعض على مقدمه العربيه وهنا هتستغرب شويه، هل جيل اشترت فولفو ولا اشترت كاديلاك؟ لان حقيقي مقدمه العربيه تحسها نسخه كربونيه من كاديلاك سي تي، نفس الفكره بتاعت لوجو جيلي اللي شبه لوجو كاديلاك، اللي متاخد الشبكه اوفست منه بنفس الشكل بتاع حواف اللوجو او اطرف اللوجو، نفس فكره الهيدلايت اللي نازل منها نابين موجودين حواليهم اسود عشان يبانوا محفورين في مقدمه السياره. اللي ممكن الاختلاف اللي موجود هنا ان اللوجو بتاع جيلي موجود فوق مش موجود تحت في النص زي اللوجو بتاع كاديلاك. دي الفئه الثالثه فاللوجو ده مش بينور، الفئه الرابعه الاعلى اللوجو ده بينور والهيدلايتس متصله بلايت بار في النص. دلوقتي بقت كاديلاك اكتر من غير الليد بار. من تحت هتلاقي ان الشبكه جايه حروف في شكل في متوازي مع الحواف بتاعت لوجو جيلي، كنت هقول لوجو كاديلاك الحواف بتاعت لوجو جيلي، وتحسها طالعه من النص بتاعه مديه شكل جدا بالعدائيه، يوحي بالعدائيه ويجي يكبر مقدمه السياره اكتر. الفي شيب اللي موجود هنا ده في اغلب العربيات بيبقى موجود تحت وبيحد الفوج لايتس. هنا وعلى نفس طريقه كاديلاك معمول له ستريتش، معمول له سكيل اكبر وموجود بيحد الشبكه بتاعت مقدمه العربيه كلها. من تحت معانا فتحات تهويه فيها الرادار الامامي، كاميرات ال 360، والفتحات دي موجود من تحت حليه كروم عليها. كنت احب اكتر ان الرفرف اللي مكمل ونزل تحت الشبكه ده هو اللي يوصل من تحت بنفس لون العربيه، كان هيبقى شكلها احلى. من كل زوايا العربيه نفس الفكره مهيمنه على التصميم، وهي فكره الهيمنه، الدومينيشن، تبقى العربيه شكلها على الطريق ضخم وكبير، وده هيبان جدا في جنب العربيه لان هم استعملوا فكره تصميميه الهاي بيلت لاين او الحزام الزجاجي المرتفع. نسبه الزجاج قليله بالنسبه لباقي صاج العربيه او باقي البدن، دي بتستعمل اكتر في العربيات الميد سايز اس يو في والعربيات الفول سايز اس يو في عشان يبان حجمهم. في عربيه كومباكت كروس اوفر ده شيء نادر شويه، وهنا عوضوه طبعا بوجود الفتحه البانوراميه الكبيره عشان الايري كابن ما تحسش ان انت قاعد مخنوق جوه في الهواء. مع مساحه الكتير للصاج دي واللون كان لازم يجي لاين شارب جدا من تحت عشان يكسر المساحه بتاعت الصاج دي ويحسسك ان العربيه اضيق شويه، ما تحسش ان في لون كتير. معانا لاين تاني قوي جدا جاي من عند الارو شيب بتاع الاضاءه الخلفيه ونازل لحد الرفرف الامامي بينتهي فيه. شكله حلو، شكله عدائي، وبيكمل نفس الفكره بتاعت روح العربيه. دي الفئه الثالثه كلها جايه لون واحد وجايه بكاوتش او بجنوط 19 235 50. الفئه الاعلى الفئه الرابعه بتيجي بجنوط 20 وبتيجي تو تون، المرايه سوداء والسقف كله اسود. من الظهر ايه المهيمن؟ الليد بار الكبير اللي هيبقى متناسق جدا مع الليد بار الامامي، بس ده للاسف في الفئه الرابعه بس، مع الاثنين ارو شيب اللي موجودين، سهمين منطلقين من ظهر العربيه مديين مساحه اكبر للشنطه، وفي نفس الوقت مديين تصميم عدائي جدا من الخلف. نفس الفكره المهيمنه على تصميم العربيه بالكامل. ممكن شويه ناس تحس ان دي اوفر او كبيره، بس انا شايف ان ده اول ملمح من ملامح التاثر بفولفو، الاضاءه الطوليه اللي جايه مكمله مع الزجاج الخلفي. في ملامح تانية كتير من التاثير من فولفو هنشوفها مع بعض من جوه. في العربيه من جوه يبان على طول تاثير فولفو تاني، الشاشه 13.2 اللي جايه بورتري، جايه راسيه، دي فولفو تماما. تاني اكتر حاجه هتهيمن عليك على طول في الداخليه هي
الخطوط اللي موجوده هنا دي منتشره بكامل طوله الداخلي من باب لحد الباب التاني. الخطوط دي مماثله للخطوط اللي موجوده في اللايت بار الخلفي وموجوده في اللايت بار الامامي، بس للاسف الموجود في الفئه العاليه بس. بتلعب امبيانت لايت وبتعمل ويلكم شو اول ما بتدخل العربيه. عجله القياده هنا معموله شويه بشكل هكساجونال ومتاخده تحسها برضو اوفست من اللوجو بتاع جيلي. موجود هنا 4 سبوك، ممكن الناس تعتبرها 2 سبوك بس هي لا، هي 4 سبوك. شكلها حلو جدا وواضح من الحتتين اللي اتضافوا تحت دول فين النص. محطوط هنا اللاين بتاع التوجيه ده، في الطبيعي بيبقى موجود فوق بس هو غريب هنا ان هو موجود تحت. الكونسول الوسطي طاير، بيلد كواليتي بتاعته حلوه جدا، محطوط عليه كله بيانو بلاك بالاسود، هيعلم شويه بس شكله حلو قوي. موجود فيه الفتيس شيفت باي واير، في الفئه الاعلى بيبقى موجود هنا كريستاله زي البولستر، شكله حلو ومفترغ كده من جوه. فتيس دول كلاتش 7 سرعات، متوصل على موتور 1500 سي سي تربو، بيولد 172 حصان و290 نيوتن متر من العزم. فتحات التكييف هنا شكلها برضو متاثر جدا من فولفو. واكتر حاجه تاخد بالك منها في الكونسول ان مفيش اي زراير غير الهازارد وفرامل الكهرباء، وده هياخدنا لاكتر 8 حاجات هتضايقك في العربيه دي. كل حاجه هنا التحكم فيها مش شاشه وسطيه، التكييف وحتى المرايات ظبطها من الشاشه الرئيسيه. ليه؟ بطول 4 متر 70 وعرض متر 90، ما كانش ينفع العربيه دي ابدا تيجي من غير نوع تانية. رغم ان العربيه فيها انظمه مساعده للقياده من الدرجه الثانيه، اداس ليفل 2، وفيها كاميرات 360، الا ان ما فيهاش تحذير من الارتطام الخلفي. بكل التكنولوجيا والتجهيزات الموجوده في العربيه دي، مرايه وسطيه، تعتيم مانيوال. العربيه وانت عديه ما بيظهرش فيها انت على انهي نقله، وده مش حلو قوي لو انت بتحب القياده. كمان ما فيهاش بادل شيفترز عشان تعرف تنقل بيها بين النقلات. فتحات التكييف متاثره قوي بفولفو بس صغيره جدا، تيجي تظبط الهواء تقفل معاك على طول. العربيه فيها ابل كار بلاي وايرلس واوتو دو، بيعمل ميرورنج للاندرويد، فانت لو معاك اندرويد تضطر تشتري جهاز. الزراير بتاعت الازاز هنا لورا والقدام، مش فوق وتحت زي اي عربيه انت متعود عليها، بس في حاجه تانية في الازاز هتاخدنا لاكتر 10 حاجات هيعجبوك في العربيه دي. الزجاج الخلفي بينزل للاخر، هتخلص من سؤال عيالك بابا وليه الازاز ما بينزلش لحد الاخر. مسكات الابواب والدركسيون كلهم 99.9 قاتلين للبكتيريا. دي اذكى شماسه شفتها في عربيه في حياتي، نازله لتحت جدا، بتشيل الشمس وما بتعوقش الرؤيه. الكرسيين الاماميين كهرباء، 6 حركات لكرسي السائق، 4 لكرسي الراكب، والاثنين فيهم تبريد وتسخين. سماعات من انفينيتي، 9 سماعات، اهمهم سماعات في مسند الراس عشان تسمع الصوت لوحدك وانت مسافر من غير ما تصحي بقيه العيله. العربيه مبنيه على قاعده بناء CMA، ودي نفس قاعده البناء بتاعت فولفو CX40. مع انتليجنت هاي بيم كنترول، العربيه لو في حد جاي في وشك مش هتفتح النور العالي في وشك. مع شنطه خلفيه 650 لتر ومساحات داخليه مفيش اوسع من كده، مش هتلاقي عربيه عائليه بالمساحات دي في الفئه دي. تدوير عن بعد عشان العربيه تسخن وتشغل لك التكييف قبل ما تنزل من بيتك. مع كومفورت اكسس، العربيه هتفتح لوحدها وتستقبلك من غير ما تستعمل البصمه ولا تطلع مفتاح من جيبك. تجربة القيادة، أول حاجة هتلاحظها أول لما تركب على طول الجيلي الستار راي إن هي مختلفة جدا جدا عن كل المنافسين الصينيين اللي موجودين معاها في الفئة دي. مختلفة من الخامات، مختلفة من جودة التقفيل، مختلفة، ودي أهم حاجة من العزل. العزل هو أول حاجة هتاخد بالك منها أول ما تركب العربية دي. الفتيس الدي سي تي ده ناعم جدا، مايل جدا للراحه، مايل جدا للاداء العائلي مش الاداء الرياضي. ما تستناش منه النقلات اللي هي طص ورا بعض على طول، لا، فتيس ناعم بياخد النقله بالراحه جدا بهدوء، بين النقله والنقله في شويه اريحيه كده. العزم حاضر، ما بتحسش انك محتاج تقرص على العربيه. صوت الموتور تقريبا مش سامعه خالص. تقرص عربيه شويه هتسمعه، احنا حاليا ماشيين مثلا على 80، صوت الموتور مقبول جدا. كنت احب زي ما كنت قلت ان انا اشوف النقلات هنا، طبعا مع بادل شيفترز اكيد كانت هتفرق جدا، بس ان انا اعرف هي في النقله الكام. ولكن الفتيس بيتعامل الصراحه معامله رائعه جدا. نظام التعليق طبعا الامامي هنا ماكفيرسون والخلفي مالتي لينك منفصل، برضو رايح للجانب العائلي جدا، بس مش جاي على حساب الثبات. بالعكس، الانتي رول بار اللي موجود في العربيه هنا، اللي هو المفروض مهمته الاساسيه ان هو يمنع العربيه من الانقلاب،
مؤثر جدا في الثبات بتاع العربيه، ومخلي العربيه تقدر تاخد بيها ملفات على سرعه وبثبات وبثقه ممتازين جدا. الادابتيف كروز كنترول اللي موجود هنا معمول بنظام اسمه الجي بايلوت، بيقدر ان هو زي بالظبط السمارت كروز كنترول او الانتليجنت كروز كنترول، بيعرف ان هو يسنتر نفسه في الحاره، يظبط المسافه مع العربيه اللي موجوده قدامه، واول لما العربيه دي تبعد يرجع يسرع تاني، والفتيس متجاوب معاه بطريقه حلوه جدا، بيسقط نقله ساعات ممكن يسقط نقلتين كمان عشان يقدر انه يرجع للسرعه اللي انت كنت مثبتها عليه بسرعه، ودي حاجه كويسه جدا وهتفيدك قوي على طرق السفر. الرؤيه في العربيه ممتازه جدا رغم حجم العربيه الكبير، واللي هو التصميم بتاعه الخارجي كله كان بيحاول يظهره ويبينه اكتر، الا ان الرؤيه الداخليه فيها ممتازه جدا. الشراعات اللي موجوده يمين وشمال دي حلوه، بتديك مساحه رؤيه مرفعه قوي القايم ده، فمش عامله بلايند سبوت كبيره، ودي حاجه ممتازه جدا وعامله فرق حقيقي في العربيه. المساحه الزجاج الخلفيه ممتازه، ممكن لو حد قاعد في النص شويه هيبقى الدنيا اصعب انك تشوف، بس لا مش مضايقاني حاليا، والكنبه فاضيه انا شايف الدنيا كويس جدا. المرايات كبيره وحلوه، ورغم ان هي كبيره معموله بطريقه انسيابيه فما بتعملش هواء عليها، جبنا العربيه 120 من شويه واحنا عكس اتجاه الهواء، ما كانش فيه اي صوت هواء خالص. والعزل عامه في العربيه هنا حلو جدا. ال19 شويه سامع صوتهم، وانا مستغرب الفئه الاعلى اللي هتبقى بالعشرينات الصراحه هتبقى عامله ازاي، حاسس ان هيبقى الصوت اعلى من كده، وممكن الاحساس بالطريق كمان هيبقى اعلى. فالمناسبه فعلا ال19 او الفرقه الثالثه دي انا شايف ان هي فعلا افضل فئه فيهم او اكتر حاجه مناسبه في الاربع فئات. التوجيه بتاع عجله القياده مباشر جدا رغم ان هو كهربائي، بس هو بيتقل مش الخفيف اللي يضايقك، بالعكس التوجيه حلو، العربيه مستجيبه بسرعه جدا. حس شويه بروح فولفو في التوجيه هنا، انا حاسس بيه جدا الصراحه، تقريبا ده من قاعده البناء يعني. غير ان اعتقد ان العفشه او النظام التعليق مشترك برضو بين فولفو وبين بوليستر وبين العربيه دي، لان نظام التعليق بتاعها حقيقي متميز جدا، وتحس فيه على طول بالفرق عن المنافسين بتوعه. الموتور بالمناسبه اللي موجود هنا ال 172 حصان 290 نيوتن، التطوير مشترك بين جيلي وفولفو، والتطوير كله تم في السويد، فحتى الموتور ده تقدر تقول برضو ان هو موتور جاي من فولفو. دي مثلا حته مكسره هي هنعدي عليها نشوف نظام التعليق موجود فيها. عربيه متعامله جدا، ناعمه جدا، مايلك زي ما قلت لكم جدا للعائليه والراحه، ومش هتضايقك خالص كثبات على الطرق السريعه، فهي في السويت سبوت في الحته اللي في النص دي ممتازه كعربيه عائليه. ايه هو الراي النهائي في جيلي ستار ري؟ تبعد عنها، تفكر فيها، تحطها كاوبشن، ولا تروح مباشره وتشتريها؟ حقيقي بعد تخفيض 150,000 ولما تعرف ان العربيه عليها اوفر من الوكيل يوفر لك صيانات وتامين ب 150,000 كمان، العربيه دي لازم تحطها كاوبشن وانت بتختار عربيه عائليه. شكرا جدا ليكم على المتابعه، نشوفكم ان شاء الله في فيديو وريفيو جديد، مع السلامه.